في افلام بيبقى فيها شخصيات شريره كل الناس بتترعب منها، شخصيات لو تشوفها تخاف تنام بالليل لوحدك من كتر الخوف، زي مثلا شخص ممكن يقتل كل الناس اللي حواليه عشان بس يفضل محافظ على شغله، او شخص ممكن يبين لك اللي هو بيحبك ويخليك تتعلق فيه بعدين يسيبك بأبشع طريقه، او مثلا شخص كل الناس بتترعب منه بسبب الطريقه الغريبه جدا اللي بيقتل بيها. وده اللي هنتكلم فيه النهارده. فيديو النهارده هتكلم عن اكتر افلام فيها شخصيات شريره مستحيل اي حد يقدر يهزمها، وفي اخر الفيديو هتكلم عن اكتر شخصيه فيهم شريره متعرفش معنى الرحمه. وبما اني جبت سيره الشخصيات الشريره فلازم اول حاجه اتكلم عن فيلم. تمام، في ناس كتير ممكن تستغرب وتقول لي ايه الشرير في البنت دي يا علي؟ مش فاهم، انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ طبعا انت ممكن تفتكر ان ده فيلم رومانسي وبيتكلم عن اتنين بيحبوا بعض وعايشين في تبات ونبات وهيجيبوا صبيان وبنات، بس لا، الفيلم ده ممكن يتصنف كاكتر فيلم رعب في التاريخ. الفيلم ده حرفيا كابوس لاي شاب لسه بيبدا حياته، عشان البنت دي اكتر بنت مؤذيه في العالم، البنت دي شريره، البنت دي خطر على كل الولاد. في لحظه ممكن تخدعك بكل سهوله، هتهتم بيك، هتقول لك كلام حلو، هتحسسك ان انت كل حاجه في حياتها، ومن نظره واحده بس منها ممكن تخليك تفكر فيها طول اليوم وانت بتاكل وانت بتذاكر وانت في الحمام. وبصراحه معظمنا كشباب بيجي عليه وقت ويحب يحس بالحب والاهتمام في الحلال. طبعا احلامنا حرفيا بسيطه، واغلبنا لو لقينا بنت بالمواصفات دي، عينيها ملونه وشعرها حلو وبتهتم بيك بدون تفكير، هتحبها فورا. بس فجاه كل ده بيختفي، كل ده بيتبخر. الفيلم بيتكلم عن توم وسمر. توم شاب طبيعي مهندس معماري وشغال في كروت المعايده، مؤمن بالحب جدا ودايما عايش على الاغاني الحزينه والافلام الرومانسيه القديمه، مقتنع ان حياته مش هتكمل الا لما يلاقي شريكه حياته وهي سمر. تمام، سمر العكس تماما. سمر بنت جميله وعسوله، واكتر حاجه هي بتحبها شعرها الطويل. كانت عايشه حياه سعيده وسط اهلها لحد ما فجاه اهلها بينفصلوا عن بعض بسبب مشاكل كبيره جدا ما بينهم، وده بيخلي سمر تدخل في حاله اكتئاب شديده وتبطل تؤمن بالحب، وبتبدا تعمل زي ما اي بنت تانية بتعمل لما بتكتئب، بتقفل على نفسها الاوضه وتعيط وتقص شعرها. بس يا علي اللي انا اعرفه ان اكتر حاجه البنت بتخاف عليها هي شعرها، ازاي هيجي لها قلب تقصه بالبرود ده من غير ما حتى تزعل عليه؟ انا عن نفسي لو رحت احلق والحلاق بوظ شعري بالغلط، انا ممكن احبس نفسي في البيت اسبوعين كده ولا حاجه وما اطلعش منه ابدا لحد ما شعري يرجع طبيعي زي الاول. وهنا بنبدا نعرف شخصيتها اكتر، بنفهم ان حتى اكتر حاجه هي بتحبها اللي هو شعرها ممكن عادي تقصه في اي وقت من غير ما تزعل عليه، من غير ما تخاف انه ما يطولش تاني. حرفيا الموضوع كارثي. ولكن بيجي يوم 8 يناير وده اليوم اللي بيغير كل حاجه، وبالصدفه سمر بتشتغل مع توم في نفس المكان اللي هو شغال فيه، وتوم اول ما شافها اتجنن، حرفيا اتهوس بيها، قال خلاص هي دي حب حياتي اللي هتجوزها وعيش معاها عمري كله. راح بعدها حكى لكل اصحابه عن سمر، عن قد ايه هي بنت جميله وعسوله وعاوز يعيش معاها عمره كله، وفضل يرسم في دماغه قصه حب اقوى من قصه كسر وليلى. بس في الحقيقه كل حاجه كانت ماشيه بالعكس. في يوم توم كان بيسمع اغاني وراكب الاسانسير، جت سمر بسرعه ركبت معاه وكانوا هما الاثنين لوحدهم. المهم صوت الاغاني كان عالي، فسمر فجاه بتقول له ايه ده، انت بتسمع ذا سميث؟ ده انا بعشق ذا سميث، انت ازاي ذوقك في الاغاني شبهي كده؟ وهنا توم ما كانش مصدق نفسه، ما كانش مستوعب اللي هو بيكلم البنت اللي هو معجب بيها، وانا ما كانش عارف الموقف ده اللي هي بتحبه ولا لا. وبصراحه لو انا مكان توم 100% احس ان هي بتحبني، اصل يعني فكر فيها، هو دلوقتي راكب الاسانسير لوحده، وبدل ما سمر مثلا تستنى لما يمشي وتركب هي لوحدها، لا راحت دخلت معاه الاسانسير وكمان هي اللي فتحت معاه موضوع، ودي حاجه كفيله تاكد لي اللي هي بتحبني ومغرومه بيا وبتحلم بيها كل يوم. ولكن بعد ما عدى شويه وقت سمر اعترفت لتوم اللي هي بتحبه. تمام، حلو، كلام جميل، يتجوزوا بقى ويعملوا الفرح. لا للاسف سمر قالت له انا بحبك، بس بحبك حب صحاب. صحاب؟ اللي انا اعرفه ان الصحاب ما بيكونش في بينهم اي مشاعر وكل كلامهم بيبقى دايما رسمي، صح؟ تقريبا ده المفروض اللي يحصل. بس سمر تاني يوم بتروحوا تبوسوا. طب ازاي؟ توم طبعا بيتجنن وبيقعد يفكر طول اليوم، ازاي هي قالت لي اللي احنا صحاب وفي نفس الوقت بتبوسني؟ الموضوع مش منطقي. وعشان كده سمر بترجع وتنبه عليه تاني وتقول له بصراحه يا توم انا مش بحبك بجد، ومن الاخر انا بتسلى بيك بس مش اكتر. يعني خلاص كده قصه الحب اللي توم كان راسمها في دماغه اتدمرت كده، كل حاجه خلاص بقت واضحه. ولو انا مكانه بصراحه هعمل لها بلوك واهرب واختفي من حياتها للابد. بس توم بعد ما عرف اللي هي بتتسلى بيه رمى الكلام ده كله في الزباله، وبرضه فضل مكمل معاها، وده كان اسوأ قرار هو خده في حياته كلها. راحوا بعدها ينقوا حاجات للبيت من ايكيا وقعدوا يتخيلوا بقى اللي هم متجوزين وكانوا بيعملوا قله ادب. انا بصراحه ما بقتش فاهم علاقتهم ماشيه ازاي بالظبط،
عشان كل ما سمر تقول له لا مش بتحبه بترجع وتبوسه. في الاخر سمر بتتجوز وتوم بيبعد عنها للابد. بصراحه لو انا كنت مكان توم كان ممكن يجي لي فوبيا من البنات لمده 10 سنين قدام كده ولا حاجه. هسافر واغير اسمي واغير شكلي وابني لنفسي هويه جديده تماما. ولو انت شخصيتك قويه وقدرت تصد سمر من اول موقف صدقني الشخصيه اللي جايه دي مستحيل تهزمها باي طريقه، وهي شخصيه لو بلوم من فيلم. تمام، قبل ما ابدا احكي لك ليه ما اقدرش اهزم الشخصيه دي فلازم الاول اقول لك مين الشخص ده. الشخص ده اسمه لويس او لو بلوم، شخص بيحب شغله جدا جدا اكتر من اي حاجه تانية. يعني مثلا عنده رضا المدير بتاعه اهم من رضا ابوه وامه، قاعد في بيت بسيط بيسقي الزرع بتاعه، بيكلم كل الناس باحترام. بس بيجي اليوم اللي كل حاجه بتتغير فيه وشخصيته بتتحول 180 درجه. بيبدا يزعق قدام المرايه ويكسرها من كتر الغضب المكتوم جواه. بيحاول يعمل اي حاجه عشان يبقى ناجح في شغله لدرجه الهوس. بس يا علي لدرجه الهوس، طب ما كل الناس اللي بتشتغل بتحب تنجح في شغلها. وعشان كده انا عايزك تركز كويس جدا على ملامحه وطريقه كلامه، بغض النظر بقى اللي هو بيقعد يبرق وهو بيتكلم كانه شويه وياكلك. بس للوهله الاولى هتحس اللي هو مش شرير اصلا، مسرح شعره لورا، دايما الابتسامه مش بتفرق وشه، هتلاقيه دايما بيعاملك بود واحترام، ودي حاجه حلوه. بس ثانيه واحده، انت لو فكرت في يوم تشتغل معاه فكرت بس، انا عايزك وقتها تروح تجهز قبرك من دلوقتي عشان الشخص ده مخادع. الشخص ده ممكن يبين لك اللي هو اكتر شخص بيحبك ومخلص ليك، بس كل ده كدب، كل ده مش حقيقي. عشان لو دخلت جواه هتلاقي كميه كراهيه وسواد مش طبيعيه. للي ما يعرفش فالفيلم بيبدا بواحد اسمه لويس وهو رايح يسرق اسلاك معدنيه، بس بيجي فرد امني ويوقفه مكانه ويطلب منه بطاقته الشخصيه. ولكن اكيد يعني بالنسبه لواحد حرامي ما عندوش حياه وما عندوش اي حاجه يعملها في يومه مش هيبقى معاه بطاقه. فلويس بيتوتر وما بيكونش عارف يعمل ايه لحد ما بيبص على ايديه وبيلاقيه لابس ساعه شكلها غالي جدا وفخم. فبدون اي تفكير، بدون اي خوف، بدون اي تردد بيهجم عليه ويشنقه ويسحله في الارض ويسرق ساعته. بياخد السلوك اللي كان سارقها ويركب عربيته ويمشي. طب يا علي وفرد الامن اللي ودع من شويه ده مصيره ايه؟ طيب مش فاهم. بالنسبه له مش مهم سواء عايش ولا ميت، المهم دلوقتي اللي هو معاه شويه اسلاك هيروح يبيعها وكله هيبقى تمام. بس انتوا عارفين لحد دلوقتي مستوى الشر بتاعه ما يرعبنيش، عادي يعني الموضوع بسيط، اقدر اهزمه بكل سهوله. هراقب تحركاته وعلى اقرب اسم شرطه هبلغ عنه وبكده هيتقبض عليه. بس لا، عشان اللي بيحصل بعدها بيغير كل حاجه. بيعرف بالصدفه شغلانه بتجيب فلوس كتير وسهله جدا، وطبعا ده حلم اي شاب اللي هو يلاقي شغلانه سهله وبتجيب فلوس كتير. طيب الشغلانه دي عباره عن ايه يعني يا علي؟ مش فاهم. الشغلانه دي عباره انك تصور الحوادث اللي بتحصل في الشارع. اتنين بيتخانقوا، عربيتين دخلوا في بعض، كلب بيجري ورا قطه. بالنسبه لي وبالنسبه لك الشغلانه دي حلوه جدا. عن نفسي ما عنديش مشكله لو رحت اشتريت كاميرا وصورت حوادث، عادي هيحصل ايه يعني. بس تخيل لو تعمل كده طول اليوم، اكيد مش هتقدر كل شويه تشوف حوادث في الطريق وتلاقي الدم في كل مكان حواليك والناس بتعيط وانت مش فاهم حاجه، وكل اللي انت بتعمله بس اللي انت بتصور. الموضوع مرعب. بس الشغلانه دي بالنسبه للشخص المجنون ده حاجه تانية تماما، عشان هيستغلها في حاجات تانية كارثيه. بعد ما بيعرف من الراجل ده ان الشغلانه دي بتجيب فلوس كتير بيروح وبيسرق عجله في عز النهار، وبعد ما بيسرقها بيروح يبيعها، وبفلوس العجله بيشتري كاميرا وراديو شرطه عشان اول ما يعرف ان في حادث يجري عليه بسرعه ويصوره. وفعلا بيوصل لاول حادث، بيشوف واحده بنت مخضوضه مرعوبه وهو حرفيا مش مهتم يعرف هي مرعوبه ليه. ممكن مثلا تكون قفشت جوزها وبيخونها في اوضتها، او ممكن تكون لقت ابنها بياكل اندومي على السرير. حرفيا هو مش مهتم. بيروح لواحد تاني ميت على الارض وهو حرفيا راشق الكاميرا في وشه والراجل بيطلع في الروح. ممكن حد دلوقتي يجي ويقول لي بس يا علي هو مجرد شخص بيأدي شغله بس مش اكتر، يعني فين المشكله في الموضوع؟ هقول لك المشكله انه مش بيصور الناس بس، لا المشكله اللي هو بيعدل حاجات في مسرح الجريمه عشان الفيديوهات تطلع بشكل احسن، فبالتالي يدفع له فلوس اكتر. والاخطر من كده كمان لما بيوصل لمكان حادث قبل كل الناس وبيلاقي واحد ميت على الارض، جه لويس يصوره بس المشهد ما طلعش حلو زي ما كان في دماغه. فهيعمل ايه بقى؟ راح وشده من رجليه اكنه حرفيا بيشد كيس زباله وحطه في مكان فيه اضاءه عشان بس المشهد يطلع اوضح. يعني قول لي مثلا انت هتتعامل مع شخص زي ده ازاي؟ هتروح للمديره بتاعته وتقول لها مثلا هو بيعدل حاجات في مسرح الجريمه؟ الموضوع هيفشل عشان هي اصلا عارفه وساكته عشان ما تطردش من شغلها. هتروح مثلا تواجهه وتنصحه ان اللي بيعملوه ده غلط. حرفيا هو لو بصلك بس بصه من بتاعته دي انت ممكن تعملها على نفسك وتطلع تجري. كفايه بس لو غدر بصاحبه في اخر الفيلم وسابه يموت عشان بس يحافظ على نجاحه، لا ده حتى كمان راح وبوظ فرامل عربيه الشخص التاني اللي شغال نفس شغلانته عشان ما يبقاش احسن منه. من الاخر انت ولا هتعرف تبقى صاحبه ولا هتعرف تبقى جاره ولا حتى هتعرف تتعامل معاه في اي حاجه، عشان هو في الاخر لو ما نصبش عليك فهو هيقتلك. ودلوقتي مع اكتر شخصيه شريره في الفيديو وهو انتون تشيجر من فيلم
تمام. الشخصيه دي مختلفه عن كل الشخصيات اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو ده، عشان لو لاحظتوا مش هتلاقوا فيه اي حاجه لايقه على بعض. شعره مش لايق على شكله، ولبسه مش لايق على سنه، حتى صوته غريب جدا، حتى اسلوب القتل اللي ماشي بيه غريب برضه. معاه سلاح شبه انبوبه الاكسجين، اي حد بيقف في طريقه بيخلص على حياته في نفس الوقت. ولكن قبل ما يقتله بيلعب معاه لعبه بسيطه، او مش بسيطه قوي. بيبقى معاه عمله معدنيه وبيلعب مع الشخص التاني ملك وكتابه، ولو الشخص اللي قدامه اختار غلط بيقتله على طول من غير رحمه. بس يا علي يعني ايه الفايده من اللعبه دي من الاساس؟ مش فاهم. احب اقول لك ان الشخص ده شايف ان اللعبه دي هي اللي بتحدد مصير اللي قدامه، يعني حرفيا انت حياتك بتبقى متوقفه على عمله معدنيه. وانا عن نفسي لو الشخص ده انا قابلته بالصدفه ولعب معايا ملك وكتابه، انا متاكد ان انا هخسر من قبل ما العب اصلا، عشان انا عارف حظي. والغريب اللي هو برغم كل الجرائم اللي هو عملها دي والشر الموجود جواه بيحب جدا يشرب لبن. الفيلم بيبدا في مدينه تكساس، وهو واحد بيتكلم في الخلفيه اسمه بيل، وبيقعد يشرح قد ايه الزمن اتغير وانه ما بقاش زي الاول. حرفيا الراجل ده انا نفسي اشوف ليه اي فايده في الفيلم كله، غير بس هو بيقعد يشتكي طول الفيلم. كل اللي بيقوله بس يا الدنيا اتغيرت قوي وما بقتش زي الاول. المهم بعدها بنروح للشرير بتاعنا الاساسي انتون. الشرطه بتقبض عليه كمشتبه وبيروحوا اسم الشرطه. المشكله بقى هنا ان الشرطي ده انا مش عارف يعني مين اللي شغله الشغلانه دي، عشان بكل غباء سايب انتون وراه لوحده، والاسم حرفيا فاضي ما فيهوش اي حد، اكنه حرفيا قاعد في ريسبشن فندق. انتون بيستغل الفرصه ويقوم بالراحه، بيبدا يتسحب من وراه من غير صوت، وفجاه بيشنق الشرطي لحد ما يموت ويخلص عليه. وهنا انتون مش بيحس بخوف، مش بيحس بندم، بيحس بحاجه واحده بس، وهي الراحه. انت ممكن دلوقتي تقول لي بس يا علي هو ممكن بيقتل بس بدافع الدفاع عن النفس مش اكتر، بس لا، الشخص ده مجنون، الشخص ده مريض نفسي. عشان بعدها بيوقف عربيه عشوائيه جدا في الشارع على اساس اللي هو يعني شرطي. انا حرفيا مش قادر اتخيل وهو الشخص المرعب ده شرطي. بيروح بكل هدوء يقول للراجل ده ممكن تنزل من العربيه. الراجل فعلا بعدها بينزل من العربيه، وما اعرفش هو نزل ليه ومش فاهم هو ازاي قدر يثق في شخص زي ده اصلا. المهم بعدها مسك سلاحه وحطه على دماغ الراجل بكل هدوء. وانا كنت متوقع مثلا ان الراجل ده يطلع سكينه من جيبه ويرزعها في بطنه، او مثلا يركب العربيه تاني ويطلع يجري، او يدوسه بالعربيه، او يعمل اي رد فعل. بس حرفيا هو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي، رغم ان الشخص ده جواه شر مش موجود في اي حد، بس في نفس الوقت هادي جدا، مش بيتعصب، مش بيعلي صوته. وده بيبان في اهم مشهد في الفيلم كله. انتون بيدخل محل عشان يشتري حاجه معينه، فالراجل الكبير ده بيقول له هو انت شفت مطر في الطريق وانت جاي؟ انتون طبعا مش فاهم حاجه وبيقول له انت قصدك ايه يعني؟ انا مش فاهم. وهنا انتون بدأ يحس بتهديد، عشان شك ان الراجل العجوز ده وراه حاجه غريبه جدا. فانتون بيقول له هي هتفرق معاك يعني في حاجه ولا ايه لو قلت لك انا جاي منين؟ حرفيا اكنه بيتخانق معاه، مش داخل يشتري حاجه ويطلع. الراجل الكبير بيبدأ يخاف ويبلع ريقه بتوتر ويقول له خلاص فكك، انا لازم اقفل المحل دلوقتي عشان الوقت اتاخر. لحد ما في الاخر انتون بيلعب معاه لعبه العمله، وبيقول للراجل خمن. الراجل مش فاهم حاجه وبيقول له اخمن ايه وعلى اي اساس؟ انا مش فاهم. فالمهم في الاخر الراجل بيخمن صح، وانتون بيقول له انت كده اكتر انسان محظوظ في العالم، وبيسيبه ويمشي، عشان انتون شايف خلاص يعني ان الراجل ده قدره مش مكتوب له اللي هو يموت. وعلى قد ما هو فاكر نفسه اللي هو المتحكم في اقدار الناس، ودايما شايف ان الناس كلها بتترعب منه بسبب طريقه القتل بتاعته وصوته وشعره، بس بيحصل حاجه مهمه جدا في اخر الفيلم. كان راكب العربيه وماشي عادي جدا، بتيجي عربيه سريعه تخبط فيه وتكسر العربيه. جسم انتون كله بيتكسر، حرفيا ما فيش اي حته فيه بتبقى سليمه، وكل ده كان من مجرد حادثه عربيه. دايما طول الفيلم من اوله لاخره انتون سابق اللي قدامه بخطوه، ودايما هو اللي مسيطر، وكانه حرفيا القدر ماشي على الارض، استغفر الله العظيم يا رب. بس في الاخر كل ده بيتهد في لحظه واحده بس من حادثه عربيه. وهنا الفيلم بيقول لك مهما كنت قوي ومهما كنت شجاع ومهما كانت الناس بتخاف منك، قدرك كده كده مكتوب. عن نفسي انا لو واجهت الشخص ده مستحيل اقدر اهزمه. اصل يعني فكر فيها، شخص بيشرب لبن وشعره طويل ومسروح على جنب، هتتوقع ايه منه مثلا؟ اكيد اول حاجه هتيجي في بالك اللي هو شكله شخص عادي موظف في شركه عاوز بس يروح وينام بدري وبس كده. لو عايزين جزء تاني قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم جزء تاني على طول. شكرا عشان انت اتفرجت على الفيديو ده لحد الاخر. اشترك في القناه عشان قربنا نوصل ل 50,000 مشترك. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.